الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده لجلعاد أردان، مندوب إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو رافع لافتة مكتوب عليها رقم يحيى السنوار زعيم حركة حماس في غزة، وبيذكر الرقم رقم بتاع الموبايل بتاعه، وبيقول لو انتوا عايزين توقفوا القتال في غزة اتصلوا بهذا الرقم، كلموه من أجل أن يوقف القتال لو أنتوا عايزيننا كإسرائيل نوقف القتال في غزة. طبعا رد الفعل أو الواقعة الغريبة اللي حضراتكم شايفينها دي حصلت بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار غير ملزم للأسف الشديد طبعا بوقف إطلاق النار في غزة، واللي وافق عليه 153 دولة وعرضته 10 دول، وامتنعت عن التصويت 23 دولة. وقال جلعاد أردان مندوب إسرائيل إن وقف القتال في غزة سيؤدي إلى بقاء حماس، وهم شايفين طبعا إن حماس جماعة إرهابية، عكس طبعا رؤية العالم كله إن هي جماعة مقاومة، وحق المقاومة طبعا مشروع لكل دولة أو كل شعب محتل. وده في الحقيقة بيعكس قوة حماس على الأرض وعملياتها العسكرية الغير مسبوقة في الحقيقة، والتكتيكات العسكرية اللي بتتبعها حركة حماس في غزة. يمكن آخرها مصرع أو مقتل 8 من ضباط الجيش الإسرائيلي من لواء جولاني اللي هو لواء الصفوة، أحدهم ابن رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي. كان ضربة قوية جدا ومؤلمة جدا في الحقيقة، وكان دخلوا إحدى العمارات السكنية في شمال غزة، وبعدين هجم عليهم أفراد المقاومة من حماس وفجروا عبوة ناسفة وقضوا على المجموعة بالكامل. في الحقيقة التطورات الميدانية في غزة بتؤكد تفوق عناصر حماس، حرب المدن وحرب العصابات إنجاز التعبير محسومة تماما لحركة حماس، لأن حماس تدرك وتعلم جيدا كل سنتيمتر في غزة، ولها تكتيكات عسكرية فريدة في الحياة في العالم، تستحق أن تدرس في الحقيقة. أنفاق، كمائن، يعني مخازن سلاح في أماكن مختلفة، شراك خداعية، كمائن، تكتيكات عسكرية فريدة وغريبة في الحقيقة، يعني أخضعت وأذلت الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية المستمرة منذ 3 شهور. خلينا نشوف، لكن حبيت أعلق على هذه اللافتة التي لا تخلو من كوميديا أو دراما سوداء لإسرائيل. اتصلوا بيحيى السنوار من أجل أن يوقف الحرب. ما عرفوش طبعا إن ما فيش شبكة، لأن يحيى السنوار في أعماق الأرض في أنفاق حماس. بشكركم، كنت معكم الصحفي هنا.